السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا بكم. استقر الناخب الوطني وليد الركراكي على اللاعبين الذي ستناط لهم مهمة تسديد الركلات الثابتة والجزاء في مباريات المنتخب المغربي بكأس العالم قطر 2022. وحسب موقع كورة فإن الركراكي منح اللاعب حكيم زياش مهمة تنفيذ الركلات الحرة الجانبية والزوايا، فيما تم تحديد أشرف حكيمي المسدد الأول للركلات الحرة المباشرة، ثم يليه عبد الحميد الصابري ما إن كان مشاركا. كما أسند مهمة تنفيذ ركلات الجزاء لسفيان بوفال بعد نجاحه في استغلالها خلال المباريات الماضية. ويخوض المنتخب المغربي اليوم الخميس مباراة ودية أمام جورجيا في الإمارات استعدادا لكأس العالم الذي سينطلق نهاية الأسبوع الجاري. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة. ننتظر تعليقاتكم. شكرا لكم.